لو عايز تكتشف نفسك الفيديو ده ليك. في سؤال مشهور جدا وهو ازاي اكتشف شغفي او اعرف انا بحب ايه. والسؤال ده جوابه عند كل واحد فينا، ولكن لو فهمت تكوينك كإنسان بيكون عامل ازاي، بتحب حاجات وبتكره حاجات، ده بيكون بسبب ايه. الحاجات اللي بنحب نعملها وبنحس بيها عبارة عن الحاجات اللي بنركز فيها وبنديها وقت اطول. تكوين الانسان بيكون من 3 حاجات. اول حاجة والبيئة المحيطة بيه، تاني حاجة وهي المدخلات اللي بيدخلها لنفسه الإنسان ده، تالت حاجة وهو التكوين الجيني للإنسان. أول لما بيتولد الإنسان ما بيكونش عنده لغة يفهم بيها الدنيا غير اللغة اللي بيعلموها له أهله. وكلامي على اللغة مش قصدي على اللغة العربي أو الإنجليش، ولكن قصدي على المعاملات اللي الطفل بيشوفها من أهله وبياخدها كأنها كتالوج بيتعامل بيه مع الحياة. زي مثلا لما الطفل يشوف والده متضايق فيزعق، لما الطفل يشوف السلوك ده بيتكرر قدامه كذا مرة بيبدأ ياخد السلوك ده مسلم بيه ويبدأ ينفذه هو. فلما الطفل يبدأ يتضايق يزعق، ومع الوقت لما الطفل ده بيكبر ويكون مش عايز يعمل السلوك ده ما بيقدرش لأنه متبرمج على السلوك ده من وهو صغير. البيئة بتتحكم وليها دور كبير في نظرتك للدنيا. تاني حاجة وهي المدخلات، وهي الحاجة اللي بتدخلها لنفسك. زي ما قلنا ان العادات هي عبارة عن افكار، والافكار دي عبارة عن المدخلات اللي بتخش جوه دماغنا فبتبقى فكرة، فبتبقى سلوك، فسلوك بيتكرر فبتبقى عادة. فالحاجات اللي انت بتحبها والحاجات اللي بتحب تعملها والحاجات اللي بتحس بيها هي عبارة عن كمية المدخلات اللي انت بتدخلها لنفسك في اليوم الواحد. نيجي للحاجة الثالثة وهي الجزء الجيني. والجزء الجيني ده الحاجة اللي انت اتولدت بيها والصفات الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها، والحاجات دي انت بتكون اتولدت بيها وملكش حكم عليها، فلازم تتقبلها زي ما هي. زي شكلك، شعرك، لونك، كل ده عبارة عن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك. فما ينفعش انك انت تعترض على حاجة موجودة فيك، لازم تتقبلها وبالعكس تحبها، لان ربنا دي كانت احسن صورة ربنا خلقك فيها. فانت لازم تعتز بيها، تكون مبسوط بان ربنا خلقك على هذا الاساس. ولما حد بيسأل انا شغف فين لازم يركز على ال3 حاجات دول. اول حاجة البيئة، مين البيئة المحيطة بيك. تاني حاجة وهي ايه المدخلات اللي بتدخلها لنفسك كل يوم. تالت حاجة وهل انت متقبل نفسك زي ما هي، ولا دايما بتقارنها بناس تانية ودايما حاطط انك انت شخص مش كويس، بتأذي نفسك بالكلام. كل ده بيأثر على عملية اكتشافك لنفسك. نيجي للرد على السؤال ازاي اكتشف نفسي. بعد ما بصيت على ال3 حاجات اللي اتكلمنا عنهم، نيجي على الحاجات الأهم والمطلوبة منك تعملها. أول حاجة لازم تجرب. فكرة انك تجرب عشان تعرف انت بتحب ايه او بتكره ايه، او حتى عشان تعرف شغفك فين، ده مهم جدا. ما ينفعش تيجي تقول لي انا مش عارف شغفي فين، واجي اسالك انت جربت تعمل كذا او جربت تعمل كذا تقول لي ما حاولتش حتى. لو حاولت ده معناها ان نسبة معرفتك لنفسك او شغفك بيبقى اكتر. فانت لازم تدي لنفسك وقت وتدي لنفسك فرصة انك تجرب وتغلط وتتعلم، تغلط وتتعلم، ومن هنا تقدر تكتشف شغفك. تاني حاجة انك تحط نفسك مع البيئة الصالحة، ولو مش موجودة جوه لازم تدور عليها بره. بمعنى لو انت مش عارف شغفك فين ولكن حاسس انك عايز تتمرن، ابدأ انزل اتمرن وحط نفسك مع الناس اللي بتتمرن، لان وجودك مع الناس دي فترة طويلة هيخليك تقرب لعاداتهم. يعني لو انت شايف النجاح في التمرين فانت لازم تتمرن عشان تنجح. لو انت شايف ان النجاح في التعليم لازم تتعلم عشان تنجح. لو انت شايف ان النجاح في الشغل لازم تشتغل عشان تنجح. وده يودينا للنقطة الثالثة وهي انك انت لازم تبقى مبادر. بمعنى انك ما تستناش شغفك يجيلك لغاية عندك، لازم تنزل وتدور فين شغفك. لازم تبدأ تتعلم وتاخد خطوة تجاه الحاجات اللي انت عايز تحققها، اذا كان اهدافك او احلامك. وكل ما تدي معنى اكتر لهدفك او لحلمك كل ما يبقى عندك شغف اكتر انك عايز تحققه. ولو جينا دلوقتي نلخص الشغف في كلمة صغيرة، هي الحاجة اللي انت بتعملها اللي بتدي معنى لحياتك. فلو عايز تعرف شغفك ادي معنى لحياتك، لازم تعرف أسبابك اللي هتخليك تقوم تشتغل على نفسك، وهو ده اللي هيدي معنى لحياتك، على عكس ما هيدي لحياتي أنا وحياة أي حد تاني. لازم تعرف إيه المعنى من حياتك أنت عشان تعرف شغفك فين. سلام.